السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا فيديو جميل جدا، فيديو يفتح النفس. بقى ازاي تعملي الفسيخ بطريقة صح، بطريقة الفساخاني على اصوله. ازاي تعمليه في البيت باسهل طريقة ويطلع ريحته حلوة ويطلع طعمه جميل ويبقى ناجح معاكي بالشكل الزبدة اللي انت شايفاه ده. بصي، قسما بالله لا ريحة ولا اي حاجة، زبدة كأنك بتاكلي زبدة، كأنك بتاكلي لحمة يعني مشوية. مش عارفة اقولك ازاي. اول حاجة هنسمي ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كده، ونجيب معانا الفسيخ. لازم يكون طازة، جايبينه طازة من عند بتوع الاسماك. هنغسل الفسيخ بتاعنا كويس جدا، اللي هو سمك البوري. جايبين معانا 3 سمكات بوري، كل واحدة منهم وزنها نص كيلو. ممكن تجيبي الوزن الواحدة أكبر من كده بكتير. كل ما يزيد حجمها كل ما الفسيخ يبقى معاكي طعم وشكل وريحة كمان. بس اهم حاجة نظافة، تك عليها وتنزلي كل اللي في المغاشيش بتاعتها بالشكل ده، لان المخاط اللي بينزل من المكان دوت بيبقى مخاط كله زفر، فبيخلي معاكي السمكية ريحتها وحشة وطعمها وحش لو انت سبتيه. لكن بالنظافة وبالغسيل كذا مرة وتشطفيها وتطلعي المخاط ده وتطلعي كل الزفارة اللي في المكان دوت، هتبقى معاكي بجودة حلوة وبطعم حلو جدا زي ما انت شفتيه في اول فيديو ده. النظافة بتاعت السمكية، ما تقوليش الفسيخ ما بتغسلش. بص اللي بينزل من المخاط بتاعها وكل اللي بينزل ده منها زفارة بتخلي طعم السمكية معاكي وحش جدا عند التخليل. لكن لو انت نضفت السمكية بتاعتك جدا وصفتيها ونشفتيها كويس قوي، بصي ده كلها زفارة وكلها حاجات طالعة من السمكية بتخلي السمكية بتاعتك طعمها وحش جدا. لو سبت الحاجات دي في قلبها، هنشطفها مرة واتنين لحد ما نتأكد ان كل المخاط اللي في السمكية طلع وبقت نظيفة جدا ومفيش اي حاجة بتنزل منها. اللي اتفرج معانا بقى على الفيديو لحد دلوقتي يا ريت يعمل لايك وشير للفيديو فضلا وليس امرا، عشان يوصل لاكبر عدد من الناس والناس كلها تستفيد بالفيديو الجميل بتاعنا دوت. والله الفيديو دوت يستحق منكم لايكات كثيرة، لان فعلا الفسيخ ده كان زبدة. لو عملتيه بالطريقة دي مش هتندمي، مش هتبطلي ان انتي تعمليه في البيت. والله ما تشتريه من بره تاني ابدا، بالنظافة والريحة والشكل دوت. تابعي الفيديو للاخر ان شاء الله. الفيديو بصي شكل السمكية بعد ما انغسلت، بصي النظافة بتاعتها. هتسيبيها كده، هتحطيها لتحت عشان كل اللي فيها ينزل، كل المخاط اللي فاضل فيها، كل الدم اللي فيها ينزل. هنجيب بقى عند الأغشية بتاعتها كده ونحط مناديل عشان تشرب الدم وتنزل كل السوائل اللي فيها. احنا عايزينها ناشفة جدا، ما يبقاش فيها اي سوائل ولا اي مخاط جواها. طبعا الأمخطة كلها نزلت في قلب المية زي ما انت شايفة جمالها ونظافتها. اهم حاجة نظافة السمكية. كل ما تكون نظيفة وتكون ناشفة تماما كل ما يطلع معاكي النتيجة هايلة جدا، والنتيجة تطلع معاكي ناجحة قوي. هنرفعها لفوق كده ونسيبها تصفي، نسيبها تنشف من 7 8 ساعات كده او 10 ساعات، لحد بصي ما تشوفيها ان هي ناشفة ما فيهاش اي حاجة. هنبدأ بقى في مرحلة تخزين السمكية علشان نخللها. اول مرحلة فيها هنحط شوية ملح كده زي ما انت شايفة، ملح رشيد اللي هو الملح الخشن بنجيبه من عند العطارين. هنحطهم في اي بطرمان او اي علبة زي ما انت شايفة كده، ونحط عليهم. بص السمكية ناشفة تماما، نزلت كل السوائل اللي فيها ناشفة. ده غير ان هي نظيفة جدا، ريحتها حلوة قوي من كتر النظافة. هنحط عليها حبة ملح بساط جدا، وهنقفل العلبة دي ونسيبها في الشمس لمدة 12 ساعة. هنحطها في الشمس ونسيبها لمدة 12 ساعة، وبعد كده هنشيلها من الشمس ونصفي كل السوائل اللي نزلت منها. خلي بالك ان اللي بينزل ده بيبقى زفارة، بيبقى حاجة. انا عايزة السمكية بتاعتي ناشفة، انا عايزة السمكية بتاعتي تبقى منفوخة زي ما انت شايفة كده علشان الفسيخ ينجح معاك. صدقيني دي الطريقة الصح لتخزين الفسيخ او تخليله.
بيدي معاكي نتيجة هايلة جدا. ودي كانت لسه فيها بقايا من السائل نزلت مع تبخير الشمس، فكل ده نزلناه. وهنخلي العلبة بتاعتنا معقمة وناشفة تماما. هنجيب ملح وشطة، مش اكتر من كده، مش هنحط. هنملى كل الأغشية بتاعت السمكية كده ونبدرها بالملح والشطة لحد ما تستكفى تماما وتبقى كلها مغطاة مغلفة بالملح والشطة. هنعمل بقى السمكات بتاعتنا كلها كده ونحطها في الكيس عكس عكاس، مرة راس هنا مرة دي عكس بعض. بس السمكية لما بتتخلل بتبقى على ظهرها، الظهر لتحت والبطن لفوق، علشان تدي معاكي نتيجة وتاخد براحة في التخليل. هترصها في العلبة بتاعتك وتعدلي السمكات الظهر لتحت والوش لفوق زي ما انت شايفة كده. بص السمكات بتاعتي منفوخة وحلوة ازاي ديت، علشان طلعت كل السوائل اللي فيها وابتدت تدي براحة وامتداد للسمكية بتاعتك علشان تبدأ في مرحلة التخليل. انا ليه حطيتهم في كذا شنطة؟ لان عندي بتاع الفسخاني بيعمل كمية كبيرة على بعضها، فالكمية بتضغط بعضها فبتسوي بعضها. لكن احنا هنا بنعمل كميات صغيرة جدا فبنضغطها في كيس او كيسين مش اكتر. ديت السبب ان احنا بنحطها في كيس ونربطها، علشان برضو انا عايزاها تتمدد في خلال عملية السوى بتاعها جوه العلبة. مش عايزة يبقى ضغط عليها قوي، بس الضغطة اللي احنا عملناها او حطينا عليها الحاجة التقيلة دي علشان تسويها وتطلع بنفس تسوية الفسخين. احنا هنا بقى اهوت سيبناها، كنت عاملاهم يوم 23، فتحت عليهم بعد 12 يوم بالظبط. ممكن تفتحها قبل كده بس انا حبيت ان انا اسيبها شوية. طبعا هي مش مفتوحة في اليوم اللي انا منزلة فيه الفيديو، هي مفتوحة قبل كده. دوت اليوم اللي انا فتحت فيه، فبقول لكم ان انا فتحت عليها بعد 12 يوم. بصي شكلها جميل جدا، ريحتها والله العظيم كانت قلب المكان بالريحة الجميلة بتاعتها. مش ريحة الفسيخ اللي احنا بنقول ريحة بيبقى ليه ريحة ضجة كده، لا كان ريحته جميل جدا. والشكل والطعم كان احلى بكتير. والله قسما بالله كأنك بتاكلي زبدة، كأنك بتاكلي حاجة زبدة في بقك كده. وان شاء الله لو اتبعت الطريقة دي وجربتيه هتدعيلي بإذن الله. هنمسك بقى السمكة سمكة كده، نطلع القشر اللي فيها ونشيل الراس بتاعها. الراس دي بتبقى فيها لحم كتير جدا. بصي الحمار اللي جوه الراس لا فيها دم ولا فيها اي تكتلات، نظيفة ريحتها جميلة جدا. بتخلي بقى كل الحاجات اللي في قلبها وتنضفيها وتجففيها بالمناديل علشان تشيلي الحاجات اللي بتبقى داخل السمكية من جوه كده. وبعد كده بتنضفيها تماما وبتعصري عليها ليمون وبتاكلي بألف هنا وشفا. اللي لسه ما عملش لايك للفيديو يعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد للناس. واللي أول مرة يشوفنا ياريت يشرفنا باشتراكه في القناة. وبشكر كل متابعيني وكل اخواتي اللي مشرفيني ومنوريني بتعليقاتهم وبلايكاتهم الحلوة. جزاكم الله كل خير، وجزاكم خير الجزاء على مجهودكم وتعبكم الجميل اللي احنا بنشوفه معاكم برضو. هنا بقى شوف السمكية اهي. بصي حتى العظم بتاع السمكية بصي بيضوي كده، بيضوي من الجمال والسوى بتاعها ونظافة السمكية. هتبتدي بقى تخليها، بتفتحيها من النص كده وبترفعي بالسكينة بتاعتك وبتخليها بكل سهولة جدا، لان هي مستوية اساسا ودايبة مش عايزة كلام. احنا ممكن نسيبها لمدة 8 ايام وتفتح عليها، بس انا حبيت اسيبها 12 يوم علشان تاخد السوى والملوحة الحلوة بتاعتها. والله الملح بتاعها كان مظبوط جدا، الطعم كان جميل جدا. بصي السمكية بتضوي كده من كتر اللمعان بتاعها وكانت بتدوب في البق كأنك بتاكلي لحمة مشوية مش بتاكلي فسيخ. هنضف بقى كل الكمية. لو فضلت معاكي كمية بعد الأكل بتحطيها في علبة، بتنزلي عليها كمية من الزيت بتقفليها وتدخليها في التلاجة. ولما تحب تطلعوا منها بتطلعوا تاكلوا بألف هنا وشفا. بص حماره، بص النظافة بتاعته، بص الجمال، بص الشكل. مش عارفة اقول ده ايه، ده فسيخ ده ولا مربى ولا ايه، مش عارفة اقول لكم ده ايه. كل سنة وحضراتكم طيبين.
وربنا يعود عليكم الأيام بخير، ما تنسوش اللايك والفيديو الجميل دوّة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.